سلام. فاش كتسمع فيلم عنوانه بيرن اوت كتقول بينكم وبين راسك بركة عايشين هادشي غير في الواقع بلا ما نزيدو نشوفو فيلم. ولكن المفاجأة هي حتى الواقع في هاد الفيلم بغى يبدل القناة، والبلوت تويست هي هاد الفيلم دار بيرن اوت حتى المخرج ديالو. مرحبا بكم في حلقة جديدة من أرانا رتقضانا، والسؤال اللي غنطرحو قبل ما نبداو بحال ديما: واش هاد الفيلم فعلا فيلم ولا غير مونولوج طويل مع إضاءة فاخرة؟ اليوم غادي نحلو فيلم بيرن اوت من عند نور الدين الخماري ونشوفوا واش فيه شي حاجه تستحق التقدير اولا دار فيلم على 3 ديال الشخصيات محتاجين جي بي اس وسط كازا. وغادي نعطي تقييم شامل على 5 ديال المعايير مهمه بحال ديما: السيناريو، الشخصيات والتشخيص، الصوره والتصوير، اختيارات المخرج، والمونتاج والموسيقى. وخليكم معنا حتى الاخر باش نعطيكم النقطه النهائيه، وإلا ما عجباتكمش كاين الكومونتيرات فابور. السيناريو قصص كتقلب عليك في النص. الفيلم مقسم على 3 الخيوط دراميه: ايوب الدري الصغير اللي كيمسح الصبابط وعنده حلم بحال ديال شي بطل في فيلم رسوم متحركه باغي يشري بروتيز لمو وكيصبح عليه كل صباح قبل ما يمسح الصبابط. عايده طالبه في النهار واسكوخت في الليل، واللي كتمثل داك التناقض المغربي: انا كنقرا الطب ولكن ما نقدرش نخلص الكرا بلا ما نعرق. جاد رجل اعمال مقلق، يمكن حيت ما عيطوش ليه فاست اند فيريس، ومع امراه محسوبه على الديكور وحياته دايره بحال ترمومتر بلا زئبق. الفيلم كيبدا بوعد كبير بحال شي دانون نسيتيه في الثلاجه، ولكن من بعد 45 دقيقه القصه كتولي بحال شي باركينغ في الجي بي اس، كلشي داير دوارات وواقف بلا هدف. نقطة السيناريو 2/5. السرد ضعيف، الربط ما كاينش، والمواقف كتجيب لا بيلد اب بحال شي عيالات في الدخله ديال شي عرس وما عارفين شكون العروسه. بورن اوت كيشدك من المصارن، كيجرد لك ويمرمدك ويدير لك شقيقه في الراس ويشطب بك الزنقه كيما دار معايا انا. عندك تكون كتشم ولا شي حاجه، راه السراج ديالي خطر من السيدي سيودا، كنخلطو بالشحمه ديال البقر. لبده شكون؟ عايدة من جهة سمية. T'as raison de demander le divorce, Jade. T'es pas heureux avec moi. Tu me regardes pas, tu me touches pas, tu me sens plus. Tu m'as peut-être jamais aimé. Inès. الشخصيات والتشخيص. فينك يا عاطفة. أيوب هو الشخصية الوحيدة اللي كتدخل القلب، يمكن حيت وجهه كيجلب التعاطف وكتجيك خسارة فيه داك التبهديل كامل. سارة بيرليس لعبت الدور ديال عايدة ببرودة، دايرة بحال خدامة كاستمر سيرفيس في سونتر دابيل، بلا مشاعر وبلا صدمة. أنس الباس في دور جاد، الرجل الوسيم الكئيب، ولكن ما عرفناش علاش. واش دار هاد الدور باش يهرب من الملل في الحياة الواقعية؟ الله أعلم. نقطة التشخيص صراحة ما قدرش نعطيهم أكثر من 1.5. تشخيص بارد، الشخصيات كلها كتخلي فيك إحساس ديال شكون هاد الناس وشنو بغاو. ولكن هي كلمة وحدة ما بغيتش نعاودها: لا ديسكريسيون. راكي عارفة الناس ديال السياسة. راه نحصل شي قرض خاوي التيريتوار ديالو ومعمر شي تيريتوار اخر، راه ندقدق امو. خاصك تعاوني ولا بابا غادي يقتلني. خدني شنو واقع؟ تصبح يتزوجوا بتجن القديم. Je veux que vous comportiez avec moi comme si nous étions mari et femme. Et vous n'avez absolument rien à craindre. La maladie m'a rendu impuissant. نهار بيك ولا بلا بيك غنمشي نضرب هذيك البيار باش نطار من هنا. واش بغيتي تشري لمك هذيك الرجل ولا لا؟ ما عرفتك انت فين باغي توصل لهذا الشيء. الصورة والتصوير، والعنوان الأكبر: حنا ستيل ديالنا بروفيسيونيل. الإضاءة ناعمة نعومة الحفاضات، وكادرات نظيفة نظافة الإشهارات. كازا باينة بحال غوتم سيتي في باتمان، بزاف ديال الظلام وبزاف ديال الفخامة بلا ضخامة. ولكن التصوير بحال شي نظاظر ماركة واكتشفتي باللي غا كوبي. كاين اهتمام في التك ولكن المضمون ناقص. النقطة ديال السينماتوغرافي 2/5. تصوير نقي ولكن بزاف ديال الفوتوغرافي بلا تواصل مع القصة.
اختيارات المخرج دمرت حياتي. نور الدين الخباري معروف عزيز عليه يصور كازا بحال شي غابة حضارية، ولكن في بيرن اوت بغى يدير بزاف على بزاف. دراما اجتماعية، نقد طبقي، معاناة الطفل، التحرش، الزنا، الكآبة، الرفاهية، فاست اند فيريوس، العلاقة مع الأم والفراغ تا هو. فين كاين الفيلم ضايع في وسط هاد المواضيع بحال شي أب داخل الإيكيا مع مراته وولادو. النقطة اللي غنعطيو المخرج 2/5 وتهلينا فيه. النية زوينة ولكن التفرعين خدا بلاصة تحرفين. اش من سنة؟ انترن. المونتاج والموسيقى حضور شرفي. الموسيقى ساوند تراك فيه شويه ديال الحزن، ولكن ماشي حزن ديال التاثر، حزن ديال فين غادي هذا الفيلم. المونتاج تكنيكيا نقي ولكن ما كيخدمش التيمبو ديال القصه. مشاهد طويله وتكرار ديال بعض اللحظات كيخليك تقول داكشي اللي بغيتي تقوله الخماري فهمنا هذه 10 ديال الدقائق. النقطه ديال المونتاج والموسيقى متوسط، 2/5. فنيا معقول ولكن فنيا ما كافياش باش تعيش مع الفيلم. تقييمنا النهائي للفيلم خدم مجموع ديال 2/5. صراحة الفيلم يقدر ياخد نقطة أقل من هذه، لأن الفيلم متواضع جدا وما تيشجعش أنك تكمله، وبسهولة تقدر تخرج في وسط منه لأن القصص ما كترابطش وكتبقى سالف في وسط المواضيع. بيرن اوت هو الفيلم الثالث من ثلاثية نور الدين الخماري على الدار البيضاء. بدا بكازا نيغرا وداز للزيرو وعطانا بيرن اوت، والصراحة أقل ما نقولو كل فيلم في الثلاثية طايحة اللي قبل منه. في نظركم بيرن اوت فيلم متكامل ولا محاولة بأت بالفشل؟ اكتبوا لنا في الكومنتير عفاكم، وبارطاجيو الحلقة مع صحابكم اللي كيتفرجوا في الافلام الاجنبية. وإلا عندكم شي فيلم بغيتونا نناقشوه اكتبوا في التعاليق، ومن هنا الحلقة الجاية أرانا تقدرنا اللايك والسبسكرايب. تشاو.